يوم 6 أكتوبر 1973 يوم محفور في ذاكرة الأمة العربية والمصرية. الجيش المصري قام بواحدة من أكبر العمليات العسكرية في التاريخ الحديث. الساعة 2 الظهر قامت القوات المسلحة المصرية بشن هجومها الكبير على القوات الإسرائيلية في سيناء. الجيش المصري استخدم قوارب صغيرة لعبور قناة السويس. في وقت قياسي نجحوا في عبور خط بارليف اللي كان يعتقد انه لا يمكن اختراقه. التكتيكات العسكرية للجيش المصري كانت عبقرية، اعتمدت على عنصر المفاجأة، حيث تم التنسيق مع الجبهة السورية في هضبة الجولان، وده شتت الجيش الإسرائيلي وخلاه غير قادر على الدفاع تماما. الإرادة المصرية والروح القتالية العالية وبدعم من حائط الصواريخ المصري خلت القوات الجوية الإسرائيلية عاجزة في الأيام الأولى عن تقديم الدعم لكل قواتها في الأرض المصرية. اللحظة الحاسمة بقى جت لما سيطر الجيش المصري على مساحات واسعة من سيناء في وقت قياسي. القوات الإسرائيلية كانت في حالة صدمة من قوة الهجوم وسرعته. في تل أبيب كانت جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل وقتها في حالة من الرعب والقلق الشديد، لدرجة إنها قالت في مذكراتها إنها لم تشعر بالخوف مثل ما شعرت في الأيام الأولى من الحرب. حرب 6 أكتوبر أثبتت للعالم كله قدرة الجيش المصري وكسرت أسطورة الجيش الذي لا يقهر. ومن أكبر مشاهد الانتصار لما جولدا مائير استلمت الأسرى بتوعهم من الجيش المصري بحالة من الخذلان والفشل. ذكرى 6 أكتوبر هتفضل رمز للفخر والعزة، وكانت نصر مش بس لمصر ولكن للعالم العربي كله. كل سنة والشعب المصري والعربي كله بخير وفخور بذكرى انتصار 73.